مدرجات مركب الرياضي محمد الخامس هنا بمدينة الدار البيضاء. إمتاع خاص، مناظر جميلة، هكذا نستمتع مع مباريات الدوري الوطني المغربي. متعة كرة القدم، مساحة كرة القدم صحيح على مستوى أرضية الملعب المفروض يكون احتفال برجل الهدف، ولكن في المدرجات كاينة متعة خاصة. كرة ملعوبة من صلاح الدين السعيدي، محاولة تمرير، هي تحاول أن تقدم متعة مستمرة ومتواصلة. اختيار الجهة اليمنى، فرصة من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي، تحديد داخل منطقة العمليات، فرصة التصويب ممتازة ممتازة من فيراني من فال. كرة رجعت من جديد لصالح عناصر فريق الوداد الرياضي إلى خارج أرضية إلى نيفال عبدو. كان بإمكانه أن يستغل الكرة الماضية من جديد، عملية هجومية مستمرة دائما ودادية. كردي كيحاول ينزل الكرة، شعت أشرف بن شرقي. كنقول بأنه الرؤية تكاد أن تكون منعدمة على مستوى رقعة الملعب. هذا حال مركب الرياضي محمد الخامس في هذه اللحظات باحتفالية كبيرة جدا. صلاح الدين السعيدي داخل منطقة العمليات، فرصة ممتازة فرصة ممتازة. دخان كثيف، تكاد الرؤية تكون منعدمة كما قلت على مستوى رقعة الملعب، وربما الحكم ممكن أنه يوقف المقابلة في أي لحظة بعد مرور هذه السحابة الدخانية التي غطت الرؤية تماما على أرضية مركب الرياضي محمد الخامس هنا بمدينة الدار البيضاء. الصور أكيد للهجمات وللمحاولات الجادة بين الناديين معا. كما قلت الحكم يوقف المواجهة لأنه فعلا منظر جميل. شوف النظرة على المدرجات، يعني يمكن نقول بأنه فعلا مقابلة مهمة ومثيرة للطرفين معا. إذن دائما في مواكبة ومتابعة مشاهدينا الكرام لتفاصيل هذه المقابلة. الهدف الأول جاء من ضربة الجزاء، باكاري كوني يضع الكرة في الشباك. بعد ذلك شاهدوا طريقة في وضع الكرة في الشباك، ثم بعد ذلك وسام البركة يرفع الكرة بهذه الطريقة، واشرف بن شرقي يضع الكرة في الشباك. 1-1 النتيجة المرسومة والمسجلة حتى هذه اللحظة. بدأ الدخان ينقشع في هذه اللحظات. شاهدوا مجموعة من الجماهير التي تتابع عن كتاب هذه المواجهة، جماهير ودادية أيضا الحاضرة لمتابعة هذا العرس الكروي الكبير في مواكبة خاصة لمباراة مثيرة. عنوان من سيفوز، 15 دقيقة على بداية الجولة الأولى، والجمهور في متابعة خاصة بسحر خاص. أكيد أننا نرصد هذه الصور ونرصد هذا الحضور الجماهيري الكبير، والجماهير الودادية تتغنى بناديها بفريقها وتأخذ لقطات وصور بهواتفها الشخصية والخاصة. ابتسامة عريضة، صور أكيد أنها مباشرة